السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. وحلقتنا النهاردة وزي ما بنقول في كل حلقة هي تكملة لسلسلة حلقات كل اللي عايز تعرفه، السلسلة اللي بنتكلم فيها عن حلقات وعن مسلسلات رمضان 2026، مسلسلات الموسم الرمضاني 2026، لأن خلاص يقترب يوم عن يوم شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا إن شاء الله. اتكلمنا عن عدد كبير من المسلسلات، تقدر تخش على القناة وتتفرج عليها وهيظهر لك لينك القائمة، تقدر تخش عليه على طول وتشوف الحلقات براحتك. اما المسلسل اللي جاي نتكلم عليه النهارده واحد من المسلسلات اللي الصراحه متحمس لها جدا جدا، ونزل لها اعلانين، برومو قصير وبرومو كبير مدته اعتقد دقيقتين، ونزل قبل ما اصور الحلقه دي على طول، فخدت برضو شويه خلفيه اكتر عن المسلسل. والمسلسل هو سوا سوا لاحمد مالك وهدى المفتي، الثنائي اللي ما بينهم كيمياء كبيره جدا ومتواجدين على الساحه مع بعض خلال الفتره الاخيره، فهيكونوا متواجدين في الموسم الرمضاني في مسلسل سوا سوا. واضح خلال الاعلان واللي شفته ان هو مسلسل هيكون في اطار درامي اجتماعي رومانسي في الاطار ده، فكل اللي عايز تعرفه عن مسلسل سوا سوا هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده. قبل نبدا الحلقه ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. معاكم اخوكم اسلام، ويلا بينا نخش في الحلقه على طول. اخيرا ارجنتيني. خلاص بقى يا جدعان، مفيش حد في الدنيا دي كلها بيعوض عن فراق الضنا. ريحة ما بتطلعش يوم. نعمل نفسنا مبسوطين. احلام معايا هتعيش، معاك هتموت. اختار. مسلسل سوا سوا. تعالوا الاول نتكلم ونتعرف على ابطال المسلسل. والمسلسل بيضم كل من مع حفظ الالقاب للجميع احمد مالك اللي هيكون قايم بدور شخصيه اسمها ابراهيم هيما، وهدى المفتي اللي هتكون قايمه بدور احلام ممرضه، شريف دسوقي واحمد عبد الحميد وحسني شتا، نهى عابدين وخالد كمال ومحمود السراج. وطبعا مسلسل من تاليف المؤلف اللي محقق نجاح كبير واتكلمت عنه في الحلقه اللي فاتت ماب طارق، والمسلسل من اخراج عصام عبد الحميد. وبعد ما اتعرفنا على ابطال وصناع المسلسل، تعالوا دلوقتي نخش اكتر في تفاصيل المسلسل ونتكلم عن القصه والاحداث. طبعا القصه والاحداث اللي هنتكلم عنها هي متشابكه مع الاحداث اللي شفناها في الاعلان وهنتكلم عنها بشكل عام. ده منظر واحد كاتب كتابه بكره. تعوض ربنا ليه يا عظيم؟ بيقدم مسلسل سوا قصة شاب صنايعي معاه مهنة، يعني بيعيش في مدينة السيدة زينب. هو شاب بيحلم وعنده طموحاته وبيلعب كورة، وكان عنده طموحات وأحلام إن هو يكون ويصبح لاعب مشهور ويقدر يدخل منها فلوس. وانا صغير كنت مصدق قوي اني هبقى لعيب كوره مشهور ومعايا فلوس كتير. وان هو خلال الاحداث بيقابل الممرضه، بيقابل احلام، في احداث بتحمل الحب والتحديات والصراعات الاجتماعيه والانسانيه. وان ابراهيم عنده احلام بسيطه، منها ان هو كان زي ما قلت ان هو كان عايز، من كتر حبه في الكوره ولعبه للكوره هو كان شايف ان هو ممكن يكون لاعب مشهور. ومش بس الكوره، عنده احلام في الارتباط والجواز من فتاه احلام والبنت اللي بيحبها جدا جدا، وبيقول عنها اشعار وان مفيش زيها في الكون. من خلال الاعلان الاخير اللي نزل وشفته، هي بالنسبه له حاجه في عالم اول، عالم مفيش غيرها، مفيش بنت زيها. احلام دي ارقى واحده في الدنيا، صوتها عامل زي نور البحر. بس يا بنت انت دو هو ايه اللي حد جه جنبي؟ احلام دي ربنا خلقها عشان اي بنت حلوه شايفه نفسها تشوف احلام. ايه يا عسى، ترجع تبص لنفسها تاني في المرايه وتقول ياه ربنا خلق اللي احلى مني. وده اللي هيفتح الباب قدامنا ان احنا ازاي هنشوف البطل ابراهيم ان هو بيسعى بكل قوته وطاقته لتوفير حياة افضل لاحلام، وان هو يبني مستقبل يجمعهم مع بعض وبعيد بقى عن ضغوط الحياة والفقر والعمل. وده اللي يخلينا نروح للاعلان الاول اللي نزل البرومو، اعتقد كان مدته 40 ثانية، اذا كان بقى في الافتتاحية الاولى للاعلان او الافتتاحية الثانية للاعلان الثاني، ان ازاي ابراهيم بيحب احلام ونفسه يتجوز احلام، وان هو مش شايف غير احلام، وان هو عايش عشان احلام، وان هو بيعمل كل حاجة في الدنيا عشان احلام، وان هو عايز يجيب منها عيال كتير. نفسي اتجوز احلام وخليها كويسه واجيب منها عيال كتير.
وده اللي خلينا نروح لاحلام بقى، وبنشوف احلام ان هي بتتكلم بتقول ان ازاي ابراهيم بيقول لها ان هي بعد الجواز هتستريح بقى ومش هتعمل اي مجهود ولا هتشتغل خالص، وتقعد بقى في البيت معززه مكرمه، ويصرف عليها من 1000 او من جنيه ل 10000. 10000 ده اللي هو اقصى طموح. احنا عندنا بنقول من مليون، من 10000 لمليون، لا هي من جنيه ل 10000. تواضع برضه. قال لي بعد الجواز هتستريحي خالص يا احلام، قعدك في البيت ولا شغله ولا مشغله، واصرف عليكي من جنيه ل 10000. وبنشوف برضه في خلال الاعلانات محمود السراج اللي من الواضح ان هو هيكون ابو احلام. عارفه بقى مين الوحيد اللي انا مش عارف هيعمل ايه؟ ابوكي. اللي عارفينه انا وانت يا ابراهيم انك ما تعرفش تشيل الشيله دي. شيلت ايه؟ وحسني شتا هيكون صاحب ابراهيم. اول ما تفتح عينيك تجي عشان نروح نحلها سوا. واحمد عبد الحميد اعتقد ان احنا تقريبا شفناه في شخصيتين، وان هو تقريبا برضه ان هو هيكون اخو احلام. بحس بوجع تاني في جسمي. انت مش هينفع تتجوزيها احلام. وخلال الاعلان بنشوف التحولات اللي هتحصل في الاحداث، ازاي هنشوف حسني شتا اللي هو هيكون صاحب ابراهيم احمد مالك، وازاي هيتحولوا وينقلبوا عليه لما يعرف ان حسني شتا هو برضه عايز احلام وبيحب احلام وعايز يتجوز احلام. يا امير نفسي عمري. بس خليكوا بواقع او بدرايه وبعلم ان احلام ما بتحبش غير ابراهيم، وابراهيم ما بيحبش غير احلام. احنا عارفين بقى الاحداث اللي بتحصل في الحته دي. حتى بنشوف محمود السراج ابو احلام وهو بيقول لها ان كاتب كتابها هيكون على تاني يوم، وحتى احمد عبد الحميد وهو بيقول لها انت مش هتتجوزي ابراهيم. كاتب كتابي بكره على امير. امير صاحب هيما. واعتقد من هنا هتبدا الاحداث او هتبدا الصراعات، لما كل حاجه تبان وتظهر النوايا بتاع حسني شتا صاحب احمد مالك ابراهيم اللي هيكون اسمه في المسلسل امير، ان هو برضه بيحب احلام، وان هو بيقول هي شايفه ايه في ابراهيم مش شايفاه فيا. البت دي شايفه فيه ايه مش شايفاه فيا. بتأمن بالروحانيات. وانا اعتقد ان هي فعلا هيكتب كتابها على امير، لكن هتهرب من الفرح. وبنشوف ازاي محمود السراج وامير موجودين ومتعصبين، وامير بيوعده ان هو هيقتلها وهيقتله. مش موجوده ورب الكعبه لاكون قتله وقتلها. احلام ليا. وبنشوف برضو خلال الاعلان في حاله كده، بس الاعلان التاني على منطق ان هو اظهرها اكتر، ان احنا هنشوف ان احلام هتكون عندها المرض الخبيث، او هتكون عندها سرطان. اللي احنا شفنا بريم او مشهد وشعرها بيقع، فهل هيكون عندها المرض الخبيث؟ هي اكيد هتعيش صح. الحمد لله على السلامه. وهل هتموت اصلا؟ دي اللي هيجاوب عليها المسلسل. اللي احنا شفنا في الاعلان الاول ابراهيم وهو شايل تابوت وبيقول ان هو هيجيب حقها، فهل امير قتلها ولا السرطان قتلها، ولا ممكن في الاخر ما يطلعش كل ده وتكون عايشه؟ ومحدش هيشيل شيلتها غيري بيك او بره عنك. فانا الصراحه في الاعلانين اللي نزل فيه احداث كتير جدا، في حاجات كتير جدا. من الواضح ان الموضوع كله هيتمحور حوالين شخصيه احلام، اللي كل حواليها امير اللي عايز يتجوزها، المرض اللي عندها، وابراهيم اللي اعتقد ازاي مش قادر يتجوزها او ابوها رافض. ده غير برضو الاحداث اللي من الواضح ان في حاجه هتكون رافضه ان الجوازه دي تحصل، حاجه كده زي فيلم اللي شفناه 6 ايام. فكره الكون مش راضي، الحياه مش عايزه، القدر مش موافق، الكون مش سامح، ربنا مش رايد، خلاص ان هم مش عارفين يتجمعوا مع بعض. كل ده هنشوفه خلال المسلسل، وهنشوفه هيتعمل ازاي، لان انا شايف ان في ميكس حصل في المسلسل ده. شخصيه هدى المفتي اللي كانت في مسلسل 80 باكو حاسس ان هي موجوده في المسلسل ده. شخصيه ولعه اللي كانت موجوده في مسلسل ولاد الشمس لاحمد مالك موجوده في المسلسل. فانا حاسس ان حصل في ميكس كده ما بين المسلسلين وحطوهم في مسلسل سوا. انا شايف ان الاحداث ممكن تكون مختلفه، ممكن يبقى في تشابه ما بين الشخصيتين، لكن الاحداث مختلفه. شايف صوره حلوه، شايف ان في احداث هتكون سريعه، لان كل ده هيدور خلال 15 حلقه. المسلسل بيتكون 15 حلقه وهيتعرض على قناه MBC ومنصه شاهد. فده شيء محمسني. فشيء انا واحد من الناس اللي بحب احمد مالك جدا جدا وبتفرج على اغلب اعماله، فانا متحمس لمسلسل سوا ومنتظر الكتير، واتمنى ان ما يكونش فيه تشابه كبير قوي احداث المسلسل، وانا اعتقد ان ده مش هيكون موجود. فده شيء محمسني لمسلسل سوا والقصه والحكايه اللي هحكيها اللي هتكون بطابع حب او قصه رومانسيه دراميه اكتر. وهنشوف ازاي الصراعات اللي موجوده في المسلسل هتمشي الاحداث. ده غير الكيمياء اللي موجوده ما بين هدى المفتي واحمد مالك اللي اتكلمت عنها في اول الحلقه. فده شيء هيخليني اتفرج على مسلسل سوا. تقول له انا واحلام متفقين، يا نعيش سوا يا نموت سوا. حبيبي قطعتها انت يا قمر.
ياخدك قطر يجيلك 1000 غيره. فبس كده يعتبر ان احنا اتكلمنا عن كل حاجه ممكن تكون عايز تعرفها عن مسلسل سوا. فاتمنى تكون الحلقه عجبتك وتقول لي تحت رايك في الكومنتات، وهل متحمس لمسلسل ولا لا. كل ده واكتر اكتبوا لي في الكومنتات تحت. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى زي ما قلت الحلقه تكون عجبتك، فلو عجبتك ما تنساش دعمك ليا، تنزل تحت تعمل لايك، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام. مش مكتوبه لك. محدش يعرف يا جدي. سوا على MBC مصر. رمضان يجمعنا.